اعمل لعبه دراجون بول للاندرويد؟ اكيد يعني مش هعمل لعبه كامله للانمي انا ما شفتوش، صح؟ دراجون بول واحد من اكبر الانميات واشهرها، وهو معروف بلقب الاب الروحي للانمي. وحتى لو ما شفتش الانمي احتمال كبير تبقى شفت النسخه المدبلجه على سبيستون. الحروف بعمق الحجر رأيت الحقيقة قلب البصر. فالنهارده هنعمل لعبه لدراجون بول للجوال عشان واحد من المتابعين طلب مني. بس قبل ما نبدا اشترك واعمل لايك عشان تدعمني. يا اخي تخيل الواحد يعمل لعبه كامله عشان متابع، والله سهل الدعم. طبعا عشان تعمل اي لعبه لازم يبقى فيه تحكم للاعب. انا مستعمل محرك العاب يونتي وهم عاملين تحكم ليهم، او المفروض اقول تحكم لينا. بس حتى واحد زيي ما شافش دراجون بول عارف ان ده مش جوكو. فانا لقيت الشخصيه ده على النت، ودلوقتي بقى عندنا جوكو نقدر نتحكم فيه. بس تقريبا ده مش شكل جوكو اللي موجود في الانمي. الاسطوره بتقول انك لو مشتركت في الاسطوره بتقول لو مشتركت في الاسطوره بتقول لو مشتركتش وعملت لايك للنسخه. الاسطوره بتقول الاسطوره بتقول لو مشتركتش وعملت لايك النسخه دي من جوكو هتجيلك الساعه 3 الفجر. كده الشخصيه بقت كامله، بس لحد دلوقتي هو ما عندوش اي حاجه يدافع بيها عن نفسه غير انه يجري. ضفت له انيميشنز ضايب وخليت فيه تنويع في الضربات عشان الواحد ما يملش. ضفت برضه هيلث باي. قعدت ابحث شويه عن دراجون بول عشان انا كل معلوماتي عنه ان البطل هو جوكو، وانه هو بيقعد يعمل كده عشان يبقى سوبر ساين، ولا انا مش فاهم. اكتشفت ان في انمي دراجون بول في نظام طاقه داخليه هو اللي بيخلي عندهم قدرات خارقه اسمه الكي، وهو ده اللي بيخلي برضه جوكو يعمل الحركه الايقونيه بتاعته. فضفت باي للكي وخليتك تقدر تزوده كده. سبحان الله زي الانمي بالظبط. برضه من الحاجات اللي كنت عارفها عن دراجون بول هو ان فريزا واحد من الفيلنز اللي موجودين في الانمي، فانا لقيت المجسم ده ليه وضفت انيميشنز عشان ما يفضلش واقف كده زي الهليكوبتر. ماب اللعبه هيبقى كوكب نامك تقريبا، فغيرت السما عشان تبقى شبهه وبدات اعمل في الماب. بس الجرافيكس كده مش احسن حاجه، فهنخلي سانس يعمل. وزي ما انتم شايفين الجرافيكس بقى احسن بكتير من الاول. شكرا يا عم سانس. لقيت مجسم لماب كوكب نامك جامد وهينفع جدا في اللعبه، فهنحم ب20 دولار. خلاص مش مشكله هدفع وخلاص. تقريبا في مشكله في الموقع من عندهم مش مخلينا نقدر نشتري الماب، فمش هنقدر نشتري للاسف. فانا بصيت على صور الكوكب لقيت اهم الحاجات الموجوده فيه هي دي. هي اشجار طويله لون عشب ازرق معرفش ازاي، وفي بيوت السكان دي، وفي برضه سفن كده غريبه تقريبا سفن فضاء ولا معرفش. نزلت السفن الغريبه دي على النت ووزعتها في الماب عشان الماب ما يبقاش فاضي زي جبل سكر. الله وانا مالي يا لمبي. وبدات اعمل الاشجار بنفسي ودي كانت النتيجه النهائيه. رحت حطيت الاشجار في الماب عشان خلاص ما لقيتش بديل، لحد ما لقيت واحد عامل جزء من الماب فيه الاشجار والبيوت اللي انا كنت محتاجهم موجودين مع بعض في مجسم واحد. فانا فصلتهم عن المجسم عشان استعملهم زي ما انا عايز، ووزعت الاشجار الجديده والقديمه اتصرفت معاها. عملت ذكاء اصطناعي لفريزا عشان يقدر يطارد اللاعب، بس لحد دلوقتي هو مش عارف بيعرف يضرب، هو بيطارد بس، فتقريبا عايز ياخد معاه سيلفي. ضفت ليه هيلث باي وخليتك اما تضربه يتدمج لحد ما يموت. خليت فيه نظام للاعداء انهم يسبنوا من سفن الفضاء الغريبه دي، وخليتهم مع الوقت يسبنوا اسرع عشان ازود من معدل اصابه اللعبه. وضفت شخصيه جيرين ولا شاف جيرين المهم عشان انوع في الاعداء، وخليت دي ضربته. طبعا هتسأل هو الكي ايه لازمته دلوقتي، وانا الحقيقه مش عارف. فانا اشتغلت على الكاميهاميها عشان تبقى اول قدره عند جوكو. انا عملتها مرتين، المره الاولى اللي هي اللي انتوا شايفينها دي، والحقيقه انا ما كنتش فخور بيها قوي عشان مستواي في البارتيكلز ما كانش احسن حاجه، فانا قعدت اطور نفسي بالبارتيكلز عشان اعملها احسن من كده. وده شكلها في المره التانية هو برضه مش احسن حاجه بس احسن بكتير يعني من الاول. ضفت قدره تانية وهي دي. كده اللعبه تعتبر كملت، بس رحت بقى احسن التفاصيل في اللعبه، واساسا هي المفروض هي لعبه جوال، بس ما عجبتنيش ازاي الجوال بتاعت يونتي فحسنتها شويه، وضفت مؤثرات صوتيه عشان اللعبه ما تبقاش كده يعني، عشان ما اتوقعش ان حد هتعجبه اللعبه وهي كده. وبس كده اللعبه خلصت وهي متاحه للاندرويد والبي سي. اكتبوا لي في التعليقات لو لعبتوا اللعبه عجبتكم ولا لا، واكتبوا لي برضه في التعليقات لو عندكم اي افكار حلوه عشان الفيديوهات الجايه في القناه. وبس سلام. 本気で来い。大丈夫か？